النهاردة في شاب مصري عنده 16 سنة توفى، اسمه رامز حسام. رامز لاعب ملاكمة، كان بيلعب المباراة النهائية في بطولة الجمهورية في طنطا، وزميله أو الملاكم اللي قصاده قعدوا يضربوا في بعض جامد. فبيقولوا إن زميله ضربه ضربات غير قانونية في وشه، فعمل له نزيف ووشه بقى كل دم. المدرب بتاعه وزمايله جريوا عليه وحاولوا يغسلوا له وشه عشان خاطر يفوق ويكمل المباراة، لكنه أغمى عليه، وقع في الأرض. نقلوه المستشفى، الدكتور قال لهم ده عنده نزيف في المخ، وبعد عملية 6 ساعات عشان خاطر يحاولوا يوقفوا النزيف، الدكتور قال إنه حالته بقت مستقرة نوعا ما. لكن بعدها بساعات حسام روحه فرقت الحياة. في الحقيقة بعد ما بنعزي طبعا أهل حسام وندعيله بالرحمة والمغفرة، لكن يا جماعة لازم نستغل اللحظات دي والمواقف دي عشان خاطر نحط النقط على الحروف. يا جماعة لعبة الملاكمة دي لعبة محرمة شرعا. أنا مش قادرة أتخيل الأب والأم اللي بيودوا ابنهم أو بنتهم بإيديهم للنادي يلعبوا النوع ده من الألعاب. هو انتوا بتلاقوا عيالكم في الشارع؟ أنا آسف، يعني أهل حسام أكيد محتاجين في اللحظات دي كل الدعم المعنوي، لكن أنا محتاج أبقى قاسي شوية على الأبهات والأمهات. أنت إزاي بيجيلك قلبي تشوف ابنك راجع من التمرين أو راجع من بطولة وشه كله دم أو في كدمات في حتت متفرقة أو وارم، والمناظر الصعبة جدا اللي بنشوفها في حلبات الملاكمة سواء في مصر أو برا مصر. المناظر القاسية دي ازاي بتمر على قلبك عادي وبتقرر ان انت تودي ابنك تاني وتالت يلعب اللعبة دي؟ يا جماعة النهاردة في حياة شابين ضاعت، مش بس رامز اللي توفى، كمان زميله اللي كان بيلعب معاه الماتش وبيضربوا في بعض. ازاي هيكمل حياته نفسيا وهو قتل شخص، قتل بني ادم؟ يا جماعة قسما بالله ده اللي سايق وبيظهر قدامه كلب ويفرمل فجأة بس بيخبطه وينزل يلاقي الكلب مات، والله بيقعد أسابيع وشهور في حالة نفسية صعبة جدا. وأعرف ناس اتعالجت عند دكاترة نفسيين عشان خاطر هو حاسس إن هو قتل روح حتى لو كلب. إزاي الشخص هيواجه المجتمع؟ بلاش المجتمع، هيواجه نفسه إزاي؟ هيقف قصاد المراية إزاي بعد ما هو بإيده دي قتل بني آدم وحرم أبوه وأمه منه؟ يا جماعة أنا عايز أقرأ لكم نص الفتوى من موقع إسلام ويب، نقلا عن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة. يرى المجلس بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسده. ومن الواضح أن علة التحريم والإيذاء المترتب على هذا اللعب وقصد الوجه بالضرب. يا جماعة الضرب على الوجه محرم في الإسلام. إزاي لعبة تكون أساسها سواء ملاكمة أو مصارعة حرة أو أي لعبة تانية قايمة على الضرب في الوجه ونخلي أولادنا يلعبوها؟ يا جماعة ذنب حسام، وأنا آسف إني أقول كده، في رقبة أبوه وأمه اللي ودوه بإيديهم يلعب اللعبة دي في النادي، في رقبة زمايله أو أصحابه اللي كانوا بيشجعوه في المطوشة ويروحوا وراه ويهتفوا ويلا وعاش ويكتبوا له على السوشيال ميديا كومنتات تشجيعية ويشجعوه إنه يستمر في اللعبة دي، في رقبة المدرب بتاعه اللي يعلمه إزاي يضرب وإزاي يتفادى الضربة وإزاي يخش في البطولات وينافس فيها. وهقولها وأجري على الله، في ذنب وزير الشباب والرياضة اللي اسمه على البانر ورا حسام مكتوب البطولة برعاية السيد وزير الشباب والرياضة. وزير الشباب اللي بيرعى رياضة الشباب فيها بيموتوا بعض ومحرمة شرعا، أو في رقبة المجتمع اللي بيشجع النوع ده من الألعاب. يا جماعة احنا كلنا مذنبين ولازم نغير من الوضع. أتمنى الفيديو يوصل لكل أب وكل أم
عنده ابن بيترجاه عشان يلعب اللعبة دي او بيلعبها فعلا، ارجوكم اعملوا له شير واعملوا لهم منشن فيه. اللي ليه اخ بيلعب اللعبة دي اعمل له منشن، يعرفوا ان اللعبة دي حرام شرعا، ده رقم 1. رقم 2 ممكن تؤدي بحياته. اتمنى ان الكلام ولو كان قاسي شوية بس يساعدنا ان احنا ما نشوفش رامز حسام تاني.